يا صباح الفل، يا صباح الهنا عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. اخواتي حبايبي، عايزه نقول لكم كده، طلعت على السطح بس الحمد لله خلاص ما فيش اي حاجه خالص. ام ميدو شالت كل حاجه. طلعت بقلب جامد بقى النوبادي. قلت عايزه نغسل السجاد، يعني استاذنتها وخدت المفتاح منها بتاع الشقه دي او اوضتين هي عاملاهم يعني. بس والحمد لله كده. قلت بقى ايه، نديكم كده طاقه ايجابيه، فخدوا بقى فيتامين ايه. عايزه لايكاتكم، عايزه كومنتاتكم عشان تشجعوني ان انا نكمل باذن الله رب العالمين. وكتر الف خيرك شيرت الفيديو، شاهدت لي الفيديو الاخر. يلا بقى نخش على روتين عشان ما نطولش عليكم. بصوا بقى هنا عملت ايه، جبت الراديو معايا. تمام، خدت بقى الراديو معايا، قلت نحط نشغله على اذاعه القران الكريم، بتبقى حلوه حقيقي يعني. بنحب كده وقت الصبحيه نبقى مشغلها على طول في البيت. السجاد ده كنت شايلاه، قلت بقى نغسله قبل الشتاء. زي ما انتم عارفين الجو ابتدى يبرد، ولما نغسله دلوقتي ويتشال ويتعطر كده احسن من نغسله قدام شويه. هنبقى محتاره، الجو برضو يعني مش هيبقى مظبوط وكده، هنبقى محتاره نغسل فين ونعمل فين. فقلت ايه، نتكل على الله ونطلع على السطح نعمله. بص كمية الروجان كده وانتي بتعملها حاجة. بس قبل كل ما عملت ده، يعني قبل ما غسلت السجاد والكلام ده، كنت مخلصة الشقة عندي تحت. تمام، قلت باجي ايه، ام ميدو كنت جايله لها قبل كده زي ما انتوا عارفين، وهي كمان ست بصراحة لما عرفت شالت كل حاجة. قالت لي مروة انا حطيت بس بتوع العيش اللي هم اللي ورا دول، بس وشالت باقي اللي هي الحاجات اللي كانت على جنبي وهنا وهنا. يعني الحاجات دي ما خلاص ما فيش وراها حاجة ولا قدامها حاجة. فخلاص بقيت حسيت بقى خلاص ان في امان ورشه شيح وظبطت الدنيا صراحه. يعني ربنا يخلي لها اولادها يا رب. عشان كده طلعت بقى بقلبي جامد، قلت يبقى كده خلاص السطح نضف الحمد لله رب العالمين، نعمل بقى اللي عايزاه. بس عايزه نقول لكم الراحه النفسيه او لما تكوني عايزه تاخدي راحتك النفسيه لما تكون بيتك نظيف صراحه، بتبقى كده يعني خلاص حاجه من فوق دماغك انشالت. عملت سجاده ماشي، عملت مثلا طلعت بطاطين غسلتيها ماشي. بصوا غسلت كده زي ما انتم شايفين، ما خدش معايا وقت، ساعه زمن كنت مخلصه. حطيت كده، كنت واخده كرول الوان وكنت واخده اوكسي الاتنين مع بعض، خلوا له السجاده عسل. يعني مثلا وديتهم المغسله هياخدوا مبلغ وقدره، لكن انت ما تعملي حاجتك في بيتك. حتى ممكن مثلا ما عندكيش حاجه زي كده، ممكن تعمليهم في صاله، ممكن تعمليهم في حمام، بس عامه النظافه كويسه. وفي نفس الوقت هتودي بره هيبقى مبلغ فعلا وقدره، انت اولى بيه. ممكن تجيبي حاجه في البيت تانية، ممكن تجيبي لك مثلا دفايه سرير، ممكن تجيبي لك ملايه سرير بالله هتعملي بثمنه. فقلت بقى استعنت بالله وقلت ايه، نطلع بقى خلاص السطح. خلاص عرفت ان 100% الحمد لله بفضل الله ان كل حاجه اتشالت. بص بقيت بقى فرحانه زي ما نكون مبلبط في الميه كده. لا في طاقه حلوه، تغيير، يعني تغيير عن الشقه تحت. حبيت برضو ان انا اديكوا ايه، ما تبقاش في الشقه على طول، يعني كده اديكوا برضو ايه، طاقه ايجابيه كويسه كده باذن الله رب العالمين. بقيت نملى بقى ميه من جوه الاوضتين دولت، هي عامله مطبخ وعامله حمام. فبقيت بقى نملى من المطبخ، يعني كان قريب لي. بقيت نحط بقى ديت ايه، حطيت برضو اوكسي. بصوا كميه الراحه النفسيه وانت بتعملي حاجه بيتك بس منضفه تحت، يعني كده ما ورايش حاجه. عشان كده بقى بنعمل ايه، لا بروجان. والله الحمد لله ربنا سترها معايا، اللهم لك الحمد لك الشكر يا رب. النوبه اللي عدت انا عايزه نقول لكم السطح ده انا طالعه كده وبين وبين لا، بس لا خلاص هي طلعت واولادها طلعوا برضو على السطح، وكانت غاسله السجاد ام ميدو برضو. فخلاص قلت استعنت بالله وقلت طالما شالت الحاجه يبقى خلاص ما فيش ولا حنشه ولا حاجه، الحمد لله رب العالمين السطح نظف. يعني ان شاء الله كده ممكن يعني باذن الله كده افاجئكم بحاجات كده باذن الله. فعايزه بقى كومنتاتكم الحلوه، عايزه لايكاتكم، شاهدي لي الفيديو للاخر كده وشوفي لي كده انا عملت ايه. بصوا عملت كمان ايه، بعد ما خلصت نزلت عملت حواوشي بتاع 3 دقايق. بصي اسرع حواوشي تعمليه، استني نهايه الفيديو ان شاء الله كده وتاخدي افكار كويسه باذن الله رب العالمين. بقيت بقى ايه، نملى ميه. بصوا زي ما بقول لكم ما خدش معايا وقت خالص. اهم حاجه تكوني نفسيا متزنه.
اهم حاجه ما يكونش وراكي حاجه تيجي النهارده تقولي الشقه فوق دماغي، ده انا هنغسل، ده انا هنسيق، ده انا هنلم الستاره نغسلها، ده انا مش عارفه. لا 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 لا، بصي اكتبي في ورقه وقلم كده، طلعي الطاقه السلبيه اللي انت واخداها او جواكي زهجانه من شغل البيت. لا، طلعي الطاقه السلبيه دي، امسكي ورقه اكتبي فيها الحاجه اللي مزهجاكي وامسكيها فركيها بايديك عشان تبقى عارفه انت بتعملي ايه. النهارده مسكت اوضه، النهارده مسكت صاله، النهارده مثلا مسكت ايه، هنزل النيش عندي، النهارده مثلا هناخد تنظيف عميق. ما تخليش كله في يوم واحد عشان ما تزهقيش. وبعدين شوفي حد بتحبيه، امك، اختك، جوزك، اخواتك، اي حد انت بتحبيه وبيديكي طاقه حلوه، امسكي فيه بايديه واسنانك، خدي مكالمه تليفون حلوه كده واستعيني بالله واعملي كل حاجه في بيتك. يعني بصي، اعوذ بالله من كلمه انا، قصدي ان انت ما تزهقيش من شغل البيت. في ميزان حسناتك ده اول شيء. تاني شيء بقى عشان نظافة، عشان تبقي منورة في بيتك، عشان عيالك يقعدوا في نظافة، عشان انت تبقى عايشة كده حياة حلوة مرتاحة. كفاية ما جوزك يخش من بره يلاقي المكان مريح، كفاية كده ما تبقى انت نازلة كده وداخلة بعيالك كده، ايه الريحة الجميلة اللي في الشقة دي. الله المستعان يا رب، ربنا يسعدكم في بيوتكم جميعا يا رب العالمين. مسكت بقى، بصوا كمية الرغاوي دي، ايه رأيكم؟ قولوا لي بقى ايه رأيكم. بجد النظافة حلوة في كل شيء. انا عايزة نقول لكم كل ده كنت مبسوطة وانا بنعمل كده، مش زهجانة ولا اي حاجة، زي ما قلت لكم عشان منظفة تحت. قلت بقى فرصة وانا قاعدة النهاردة ناخد النهاردة السجاد ان شاء الله رب العالمين. بعد كده مثلا ناخد البطاطين، بعد كده تبقى الشقة بقى ناخدها تنظيف عميق، يعني عشان الجو زي ما انتوا عارفين برد، فلازم تكون الحاجة في البيت نظيفة. حطيتها بطانية في مكانها، عطرتيها، يعني كل ده برضو انت ملزوم منك انت عشان انت ست البيت. فعشان كده بنقولك ما تزهجيش، خلي روحك حلوة، ده في ميزان حسناتك. اتبسطي كده ان انت في اليوم بتعملي حاجة لوجه الله، يومك كده بيعدي فيه حاجة انت بتعمليها كده عشان بيتك عشان عيالك، ده كله في ميزان حسناتك. فاوعي تزهقي من شغل البيت، بالعكس كتري كده وقولي يا رب اديني كمان، اديني الصحة واديني العافية، واطلبي الستر من ربنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم امين يا رب. بس كده ابتديت بقى نكب ميه. الاول غسلتها زي ما انتوا شفتوا، المكنسه ديت بتخليه ايه، بتوفر مجهود معايا وفي نفس الوقت هي بتتعامل مع السجاد. تمام. بعد كده بقى نزلت، بعد ما غسلتها ودعكتها دعكه حلوه، نزلت بقى بالميه ونشدها بالمسطحه زي ما انتوا شايفين. ده بيخليها حلوه خالص والريحه جميله. يعني بعد ما نخلص بقى ان شاء الله كده وينشفوا بنيجي معطراهم، بص تخلي ريحه الشقه، عايزه نقول كده تشم ريحتها من تحت وانت طالعه من العماره كده. ليه؟ غسلهم غسله كويس. بصي كنت اللي بنعملها بنشطفها ورايا ونيجي لاخر بقى هنطشرهم على السور بتاع السطح. يعني مش هناخدهم مثلا ننزلهم على طول، لا، ده انا احطهم ينشفوا، نسيبهم يوم، نسيبهم 2، مطرح ما ينشفوا بعد كده نيجي ننزلها. بصي كله ده ما خدش معايا وقت، زي ما قلت لكم ساعه زمن كنت مخلصه. رايحه فين جايه منين؟ لا هو مبسوطه انها ايه، في تجديد، في تغيير، اللي هو مش عايزه نديكم على طول في الشقه، مش عايزه نديكم على طول كده اللي هو ايه في مكان واحد. اللي انتوا بتفرحوا بيه انا بنفرح بيه، اعوذ بالله من كلمتين. فعايزه بقى اللايكات بتاعتكم الحلوه، ده الفيديو تعبت فيه النهارده، وكتر الف خيرك كده تشاهدين لي الفيديو للاخر. طبعا دي بقى كنت غسلاها تمام، اديتها بس شطف، ما انا غسلاها كويس، غسله كويسه، اديتها بس شطفه بحبه اوكس كده بحيث تاخد بس الريحه الحلوه كده يعني. تمام. حطيتها برضو بقيت نخلص سنه وخلص سنه وحطيتها ايه تتصف. هنمسك بقى السطح مطرح ما عملت كده. بصوا شايفين السيراميك عامل ازاي مع الميه. يعني عايزه نقول لكم الكلور كمان بيخلي الروايح جميله، والاوكس الحاجات دي اصلا لما بتجيبيها من حد بتاع منظفات مخصص للمنظفات بيجيب الحاجه اللي هي الجديده، لكن ما تجيبيش من سوبر ماركت، لان السوبر ماركت بتبقى حاجته مخزونه شويه. هاتي من عند حد بتاع منظفات. بصراحه انا جربت هنا وجربت هنا، يعني بنجيبها في سوبر ماركت عندنا في العماره، بجيت نجيب منه ملهاش روايح، لا من عند المنظفات حلوه خالص. بصوا السجاد قولوا لي بقى ايه رايكم، نستاهل اللايك ولا ما نستاهلهوش؟ بصوا عامل ازاي، نضف وبقى حلو خالص والريحه بتاعته حلوه خالص.
خليني مثلا وديتهم مغسله بره هيتاخد مني مبلغ، يعني مثلا نقول هيخشوا في 300 جنيه، طب ما 300 جنيه مثلا نجيب هما الحاجه للبيت، نجيب مثلا ملايه زي ما قلت لكم، نجيب حاجه اللي تقدري توفريه ليكي ولعيالك، اللي تقدري توفريه هتجيبي بيه حاجه تانية، يعني انت المستفاده. فاهمان ازاي؟ وفي نفس الوقت صح الشغل في البيت صح. هتكستلي خدي سمن، هتكستلي هتلاقي امراض الدنيا بعد الشر مسكت فيك، لا اتنشطي وقومي واشتغلي. خدي طاقتك الحلوه من حد بتحبيه، خدي طاقتك الحلوه من قبل اي حاجه من دي، القران، الرحمه، المغفره، الحاجات الحلوه، اللهم بارك يا رب. الاول خدي من طاقتك من ربنا سبحانه وتعالى، وبعد كده من حد بتحبيه. هتلاقي بصي حياتك كده هتبقى عسل، اللهم بارك يا رب، هتلاقي نفسك كده تحس ان فراشة طايرة كده حقيقي والله. ربنا يسعدكم يا رب، ويعمر بكم في بيوتكم جميعا، ونسمع عنكم كل خير يا رب، وليكم واكتر يا رب، ليكم واكتر يا رب اللي انتوا بتعملوه معايا في القناة، وتعليقاتكم الحلوة اللي مش عارفة مهما نقول لكم لساني عاجز عن الكلام والله. من بقى بص من اخواتي كلك من بلاد العربية كلها، يعني مش عايزه ننسى مش عايزه ننسى اي اخت ولا ننسى حد، بس بجد والله ربنا يخليكم ليا ويحفظكم جميعا يا رب، ودي من المحبه والمعروف بينا يا رب، اللهم امين. كده بقى كنت خلصت، لميت الحاجات الباقيه، وهنلم بقى المفاتيح ونلم كل حاجه، خلاص انا كده خلصت وسيكت السطح. بص المنظر عامل ازاي، هوا ربنا فعلا بيبقى انطلاق، تاخدي كده الانطلاق. هنجيب بقى ايه، هنجيب الترابيزه دي نحطها هنا عشان برضو جه عليها ميه، انا كنت هنغسلها اعوذ بالله من كلمه انا، بس لقيتها خشب خفت نبوظها لها، يعني مش حاجتي برضو، فحطيتها بقى قلت ايه تنشف، جه عليها ميه قلت تنشف بقى ايه في الشمس هنا. وكان بوجي ميه كده خدتها بالمسطحه، هنكفي بقى ونكتر الف خيرها، كتر خيرك يا ام ميدو ربنا يخليكي ليا يا رب. هنديها بقى المفتاح والحمد لله خلصت. ايه رايكم بقى؟ نزلت بقى هنعمل ايه، هنعمل حواوشي، اسرع حواوشي تعمليه. خدت حبه بصل كده عشان عيال ما يحبوش البصل كتير في الاكل، نص كيلو لحمه عصقتها، ملح فلفل كمون، بهارات بتاعت لحمه، تمام كده. بصي اسرع حواوشي تعمليه بيبقى طعمه زي السكر. حطيت فلفل اسمر برضو وتجلبه كويسه كده، خلاص كده عصقتها. هنجيب بقى العيش البلدي اللي هو بتاعنا، اي عيش عامه عندك عيش بلدي، بس اهم حاجه يكون العيش تعرفي ان هو اتفتح معاكي مش يبقى ماسك في بعضه. هنجيب بقى صينيه عندي قديمه كده، وهنيجي حطها على البوتاجاز، هنحط فيها معلقه سمنه صغيره، مش عايزه نكتر سمنه ولا الكلام ده، عشان هو الحواوشي بالذات يعني حته نونو كده، عشان انت كده يعتبر ايه مش بتجليه، لا انت زي ما تكوني بتحمريه. بصي عسل، وعايزه تحطي فحميه معاه، الله على الجمال. ده اسرع حواوشي تعمليه واحلى حواوشي تاكليه حقيقي، جربيه بالطريقه دي هيعجبك باذن الله. بص بقى قصدي ايه، العيش يبقى مفروض معاكي كده، يعني تفتحي الواحده معاكي الواحده بوحدتها كده، تمام. هو ما كترتش ما مليتهوش ليه، عشان يعني يكفي صراحه يعني، بس فحطيت كتير عشان برضو ما يبقاش مليان، يعني اللي ياكل كده تبقى ايه مع بقى جنب خيار مع طماطم اللي بيبقى عندي بنحطه. وده نص كيلو لحمه زي ما قلت لكم وعصقته، تمام كده. هنيجي بقى ناخدها تجليبه كده وتجليبه كده، عايزه نقول لك النص كيلو بيعملك بتاع 6 رغيفه ولا حاجه، وفي نفس الوقت تغيير في الاكل وطعمه روعه، جربيه بالطريقه دي تحبيه خالص. استني بقى في نهايه الفيديو شوفي عامل ازاي. هي بصي اسرع حواوشي تعمليه واحلى طعم تاكليه صراحه، يعني احلى من بتاع بره. بتاع بره اللي محليه ايه الفحم والكلام، طب ما انت تعمليه ببيتك. يعني لما تولعي مثلا فحمه وتحطي عليها حاجه البيت طبعا نظافه، كيف انت عارفه انت عاملاه ازاي، ايه اللحمه بتاعته. لكن دلوقتي ما تضمنيش تجيبي حاجه من بره، كل حاجه متلخفنه، فلا حاجه البيت لا يعلى عليها. بقيت بقى نقلبه تقليبه كده وتقليبه كده، ما خدش مني اي وقت خالص، زي ما انتم شايفين كده. كنت مخلصه الكلام استجاد مع الاكل مع المواعين مع كل ده ساعتين كنت مخلصه، وعايزه نقول لكم كنت قاعده نتفرج كمان على اليوتيوب. ايه رايكم بقى؟ عملت كده كام واحد يعني ايه بتاع 3 أو 4، يعني قلت على جد انا وملك. الباقي بقى قلت ايه لما ياسين يرجع ان شاء الله من الدرس بتاعه نبقى نعمله، ابو ياسين برضو ما يرجع بالليل نبقى نكمل باقي، لان خلاص هنكت. بس كده هنبتدي بقى نطلعه، هنعمل معاه مثلا ايه كام طماطميه كده. الحواوشي لما تيجي تعمليه
خيار مع طماطم مع بصل مع مثلا زيتون مع مخلل، ده بيخلي الحواوشي في حتة تانية. بس انا ما كانش عندي هو الطماطم، قلت خلاص مش مشكلة ما نبقى ننزل نستوي. يعني هو عشان ما نزلتش النهارده فقلت خلاص خليها اليوم تاني ايه ان شاء الله كده، بس نخلص كل حاجة ورايا وبعد كده ننزل نستوي نبقى نجيب معايا. وكنت مولعة بقى هنا الشفاط، يعني بندي حته سمنه بس كده او نص معلقه سمنه عشان ما يلزقش مني، وفي نفس الوقت برضو ما يبقاش تحس ان هو محروق او مثلا فيه ريحه شياط فيه، لا. عايزه حته السمنه دي تخلي بس ايه اللي هو يعني تديله طعم كمان، مش زيت، ما ينفعش الزيت، لا خليها سمنه احسن. عايزه تعمليه في فرن بوتاجاز تعمليه برضو عادي، بس هنا احسن لما تحطيه على عين البوتاجاز احسن. بس بجيب بقى نقلب هنا ونقلب هنا، ما خدش، عايزه اقول لك ما خدش معايا اي وقت خالص، وكان طعمه زي السكر. بس زي ما بنقول لك حواوشي يعني ايه، يعني بصل يعني خضار يعني مثلا زيتون يعني عايز تحابيش، حبه تحابيش جنبه كده. بص كده هتلاقي العيل لهفت عليها، بص هتاكل ايدك وراه بمعنى اصح يعني. هو بيبقى طعمه زي العسل، جربيه يعتبر عيش ولحمه واعمليهم مع بعض وشوفي بقى الحواوشي بتاعي هيبقى شكله ايه. فنتمنى ان شاء الله روتين النهارده يكون عجبكم. زي ما قلت لكم مستنيه كومنتاتكم، تشاهدي لي الفيديو للاخر ده عشان نستمر، وتشجعيني كمان ان انا انزل فيديوهات على طول باذن الله يا رب. والف شكر لكم جميعا، كتر الف خيركم، يعني مش عارفه والله العظيم نشكركم ازاي على اللي عاملينه معايا والكومنتات الجميله دي. يا رب يسعدكم ويسعد حياتكم ويسعد روحكم يا رب، اللهم امين. كده بقى خلاص بقى دي اخر واحده تمام. هنيجي بقى ايه هنديها بس وش كمان كده بس كده، والصينيه الاخر بقى نبوشها في الميه وبحته سلكه بتبقى زي الفل. بس هنشيل بقى العيش ده هنخليه بقى ايه اللي هم التانيين دول بس لمتهم مع بعض، هنخليهم بقى بالليل باذن الله رب العالمين لما يغسلني يكون ايه راجع من الحس. بس كده هو اللون ده كده اللي كنت محتاجاه او اللون ده اللي كنت عايزاه. تعالوا بقى بصوا الحواوشي عامل ازاي، بجد روعه ان شاء الله هيعجبك باذن الله، وتقومي على طول تعمليه. ممكن برضو مع كاتشب بيبقى زي العسل. بصوا عامل ازاي وسخن وجميل، ان شاء الله كده يعجبك، جربيه بالطريقه السهله دي هيعجبك جدا. بصوا سخن بقى من جوه عامل ازاي، ايه رايكم؟ ادي عملت زي ما قلت لكم عملت 3 تمام وباقل حاجه. بصوا عامل ازاي، بصوا الجمال. بس زي ما بقول لك حبه تحابيش بيخلوه في حته تانية خالص. نتمنى روتين النهارده ان شاء الله يكون عجبكم، نتمنى ما اكونش طولت عليكم يا رب، الفيديو يكون سهل كده معاكم باذن الله. استنوني بقى في فيديوهات تانية، بس ان شاء الله الفيديو ده ما جابش لايكات ما جابش مشاهدات خلاص كنكم بتكرشوني، يبقى خلاص مش هننزل بقى يومي باذن الله. وادي كان خلاص السطح اهو. يا رب الروتين يكون عجبكم، وزي ما قلت لكم مستنيه كومنتاتكم لايكاتكم، تشاهدي لي الفيديو للاخر عشان نستمر وننزل لكم باذن الله فيديوهات جديده باذن الله رب العالمين. نسيبكم في رعايه الله، مع الف الف سلام، مع السلامه.